صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من اخر فيديو قدمته ليكم. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد كده، كله شغل في قلب المطبخ ومشتريات وشغل في قلب الشقه زي ما انتم شايفين كده. نزلت بقى السوق، جبت كل اللي انا محتاجاه. مش صح ان انا انزل السوق كل يوم، بس برضه مش صح ان انا اسيب التلاجة بتاعتي تكون فاضيه. زي ما انتم شايفين الروتين النهارده كله حماسي كده، كله طاقه ايجابيه. وكنت بص بقى الجو كان حر وفرهده، بس يعني استعنت بالله كده وشغلت المروحه بتاعتي وقلت لا، لازم النهارده يكون الروتين حلو كده ويليق بيكم. مبسوطه بقى من اخر فيديو برضو نزلته، حقق مشاهدات حلوه. تسلموا لي يا رب، ما نحرمش منكم ابدا. وده اكبر تشجيع منكم ليا. بدأنا بقى الروتين بتاعنا كده النهارده، وده كان من قبليها بيوم بالليل. دخلت كده نشرت كل الغسيل اللي عندي. بحب قوي اما انشر بالليل وبيطلع عليا النهار تاني يوم الشمس، وبعد كده بشيل الغسيل. عن ما بتقعدي الغسيل طول النهار، عربيات وكلام من ده وزحمه وتراب وكده. فاليومين دول اصلا كان كلهم تراب جامد جدا. انا ما كنتش عايزه ان انا انشر خالص بره، كنت عماله بفرط تلات ارباع الغسيل جوه. بس بعدها قلت خلاص، لقيت الجو بالليل حلو كده زي ما انتم شايفين، ما فيهوش تراب بس هو يعني هوا شويه. فنشرت كده جزء من الغسيل اللي قضت عندي المشابك ليه، لاني انا عندي كتكوته صغيره بتطير كل المشابك اللي عندي بترميها. فبفضل ان انا اسيب المشابك بتاعتي على الحبل، لاني مهما حطيتها في اي مكان بتروح وبتجيبها. فبفضل سايبه المشابك على الحبل، بتعمل تراب او كده وبتكون تراب عليها. فبصوا بقى انا يعني نشرت بحبه المشابك اللي كانوا موجودين، لاني خلاص زهقت كل شويه اشتري وتوقعهم وترميهم. المشكله ان هي بتعمل كده وهي واقفه جنبي، يعني انا مبقاش واخده بالي، مش عارفه ازاي، وبعد كده مش بلاقي المشابك خالص. بصوا بعد كده على طول كنت ماليه الشرشوبه بتاعتي، قلت خلينا ندي تلميعه كده للريسبشن. كنت انا كنسل السجاد ده الصبح بالنهار. السجاد اللي هو الشعر ده، او السجاد اللي هو الوبري. بيلم كمية تراب مش قادرة اقول لكم. مهما نفضتي بقى اللي هو بصي، عايزة تقلبيه وتحطيه على سور او بتحطيه على حاجه وتروحي ايه نفضاه كده بالمنفضه. فهي كانت الدنيا رايقه يعني، مش مستاهل ده. فقلت خلينا نلمع كل السيراميك اللي حواليه. السيراميك بتاعي ابيض فانا بحبه بيلمع، خصوصا ان ده الريسبشن عندي في وش المدخل. فبحب الشكل يكون نظيف على طول ويكون يعني زاهي كده. طبعا احنا بالليل، فقلت تاني يوم الصبح انا عارفه ان انا هنزل وهروح السوق وكده ان شاء الله. فقلت خلينا بقى نخلص من الجزء اللي هو بتاع بره ده، عشان خاطر بكره هيبقى المدعكه كلها عندي في المطبخ. بس فبقالي فتره كده مش حاتله هم اوضه البنات عندي، اللي هي الاوضه اللي جوه. بصراحة بنتي كبيرة أكبر واحدة. ما شاء الله عليها، عارفين اللي هي بتعمل بلاقيها دلوقتي. كنت الأول أفضل أقول لها اعملي كذا اعملي كذا، دلوقتي لا، ما شاء الله عليها. ربنا يحرسها يا رب. أنا مبسوطة جدا منها. بقوم الصبح ألاقيها عاملة أوضتها من غير ما أنا أتكلم، من غير لسه بقى أنا بفتح عيني ألاقيها بدأت بقى اشتغلت في أوضتها. فخلاص هي كده اتعودت، عارفة ان اول لما هتصحى ايه اللي المفروض يتعمل. بصوا بقى لها فترة كمان بتعملي يعني الصبح كده، انا بشرب شاي بلبن. بقى لي فترة بقوم ممكن اكون يعني متضايقة شوية. بقوم يعني مش موزونة، بقعد كده شوية على ما اقوم اعمل الشاي بلبن، ببص الاقي بقى ايه جايبه لي الشاي بلبن وعامله الشاي بلبن لاخواتها. حلو قوي ان انا ابقى مصاحباها، او ان انا مش حاسه يعني. ساعات بقول لها انتي مش بنتي بس انتي بنتي واختي كده يعني. حلو ان انت اما تصاحبي ولادك، انا عصبيه اصلا بطبعي. فكون ان انا بحاول ان انا اتجاوز الموضوع ده مع ولادي، دي حاجه عجباني جدا. ومش عيب ان البني ادم يصلح بقى من حاجه هو حاسس ان هي فيه وهتاثر عليه فيما بعد. المهم زي ما انتوا شايفين كده، خلصت الريسبشن عندي. روقت كده الكنب. كان في مفرش للكنبه كده كان مغسول، فروقته. وكمان دخلت على البلكونه، قلت خلينا ندي تلميعه كده للارض مطرح اليومين بتوع التراب. لمعت كده الكراسي، طبعا غيرت ميه الشرشوبه خالص، لاني بعد لما بلمع كده بتبقى الدنيا اتبهدلت. فطالما هتمسحي يا ريت تبقى كل حاجه مظبوطه، يعني مش بحب شغل التلصقه وان انا امسح كله بنفس الميه او الكلام ده كله غلط خالص. المية بتاعتك كل اوضه ليها ان انتي تغيري لها المية بتاعتها، لان معلش التراب هنا غير هنا غير هنا غير هنا، اكل واقع. يعني غيري كده، يستحسن انتي تغيري. طبعا حاطه في قلب المية دي كلور. كنت حاطه كلوروكس جل. مش قادره اقول لكم اليوم ده الريحه بتاعه النظافه كانت بصوا بتشر كده من البيت. شر دي لا، قصدي دي يعني فايحه كده من الشقه عندي. بصوا بقى تاني يوم نزلنا بقى السوق مع بعض. كان ناقصني حاجات كتير قوي في التلاجة، وقلت بقى نفسي الولاد عندي نفسهم ياكلوا اكلة سمك حلوة. وفي نفس الوقت لقيت كرومبايه. انا الكرومب مستغربه اليومين دول، حاسه ان هو صغنن قوي، بس ما شاء الله يعني الكرومبايه بيبقى فيها ورق. فجبت واحده كده كانت لتاني يوم. وجبت بقى زي ما انتم شايفين خضار وفاكهه وكل اللي انا محتاجاه اشتريته.
اول حاجه جبت التفاح، هقول لكم دلوقتي التفاح ده جبته مع ايه. جبت كمان كيلو وربع كوسه، وجبت بتنجان اللي هو المخدد ده اللي هو فيه حته موف، اسمه مخدد عندنا، انا مش عارفه كل بلد وليها نطقها. وجبت ابيض، انا بحب المخدد ده جدا في البتنجان بتاع المحشي. والكرنبايه دي بصوا هي تبان لكم صغيره بس ما شاء الله عليها، يعني مليانه ورق. جبت كمان الملوخيه الخضراء دي، الملوخيه اليومين دول حاساها حلوه، بترمي كتير عن ما بتبقى صغننه، بس يعني الصغيره بتبقى، القصيره دي بتبقى مسكره شويه بصراحه عندي. وجبت كمان كيلو وربع كده من الفلفل الرومي. بصوا انا كل حاجه مش يعني مش ببقى عايزه وزن ليها معين، انا لما بلاقي الحاجه كويسه وبستخدمها كتير فبشتري منها بكميه اللي انا عايزاها. اشتريت كمان بطاطس دي 3 كيلو، كل كيلو ونص لوحده. وطماطم اشتريت 2 كيلو وربع متهيألي، واشتريت كمان موز كيلو واحد بس او كيلو وربع، عشان انا جايبه كذا صنف من الفاكهه. فما تغلطيش ان انت تجيبي مثلا كل صنف 3 كيلو او 2 كيلو، مش هتحتاجي ده كله، هيترمي وهيتهدر معاكي. خليها فيها اصناف، وزعي الاصناف بتاعتك كده، والكميات تبقى قليله بحيث ان انت تنوعي. جبت كمان كيلو جزر، وزي ما انتم شايفين جبت زعتر، كنت يعني بستخدمه كتير في البيتزا، وجبت جواه بلحتين جوز الطيب جوه الزعتر حطهولي. يعني جبت كمان كيلو وربع من الخيار، ده الخيار اللي هو الصغير ده، انا ما بحبش الخيار الكبير، فبصراحه الراجل قال لي لا هات انا انقيلك عشان انت هتقعدي كتير تنقي، فاداني يعني الخيار صغير كده. وفلفل الوان جبت كيلو. وجبت الخوخ ده، الخوخ والتفاح والمشمش اللي هتشوفوه دلوقتي، كان كل كيلو التلاتة كيلو ب50 جنيه، يعني تجيبي كيلو خوخ وكيلو تفاح كيلو مشمش ب50 جنيه. بس كله كان حلو ما عدا المشمش. المشمش ده بقى جبته ب20، يعني بدل ما ادفع في التلاتة كيلو دول 50 جنيه، دفعت 55 جنيه، بس اشتريت حاجة انضف. وفي نفس الوقت التفاح المشمش بالذات بيبقى مليان دود، فما بالكوا بقى لو مستوي. جبت كمان نص كيلو من الليمون. وجبت 2 كيلو من البصل اللي هو الوسط ده، انا عندي بصل مفرزاه عاملاه يعني، المفروض في الروتين اللي قبل ده، بس انا لسه ما نزلتوش، هنزله يعني. بس اشتريت بصل بقى اللي هو لزوم شوربه، لزوم كده لازم يبقى عندك برضو بصل. برضو كل ما انزل يعني اشتري 2 كيلو كيلو على حسب، يعني ما بيبقى من الميزانيه فلوس بروح شاري، بحيث ان هو سعره غالي بصراحه. اشتريت كمان المشابك اهي، وريتها لكم لاني كنت محتاجاها. 20 مشبك كانوا عاملين 10 جنيه. واشتريت كمان العنب ده، كان كيلو وربع برضو. واشتريت خضرة بقى مشكلة للمحشي، وبتنجان رومي. المفروض ان انا هعمل بتنجان ده بس نسيته، كنت هعمله النهارده معاكم في الروتين ده. بس نسيته والله خالص، انا بحبه جنب الاسماك قوي. رحت بقى احنا السوق ده، فيه تجار السمك كلهم من جوه، وفيه ممكن تشوي وتاخدي السمك بتاعك جاهز، يعني على حسب ما انت عايزه. انا بقالي فتره مش بفرز اي سمك، يعني مش بشتريه في، مش بفرزه، يعني مش هسيبه مده طويله، اقصد كل شهر. المفروض كنت بنزل مع المشتريات بتاعتي، كنت بنزل موضوع السمك مع اللحوم. بس بقالي فتره لا ما كنتش بشتري، كنا بناكله اليوم بيومه. فبستصعب ان انا اجيب، فقلت لا خلينا بقى نجيب حبه سمك كده نعملهم اليومين دول. انا ابني مش بياكل لحمه ولا فراخ ولا كده كتير، فمغلبني، فبياكل الاسماك يعني بيحبها جدا، فاشتريت بقى بصراحه. زي ما انتوا شايفين، اول حاجه وريتكم كده اشتريت سمك اللي هو المكاريل، كان عامل 85. اشتريت 4 سمكات، مش عارفه بصراحه كانوا قاطعين كام، 2 كيلو وشويه. وكمان البولتي ده، اشتريت بتاع 6 سمكات، برضو كانوا عاملين 2 كيلو وشوية، او لا 3 كيلو وشوية. واشتريت كمان السمك الفيليه ده قشر بياض، وانا خليته اقطعه زي ما انتوا شايفين، انا بحب الحجم ده قوي عشان خاطر ما بيفرولش معاكي كده وانتي بتحمري. هنتبله برضه، هنغسله ونتبله ونشوفه مع بعض. واشتريت بقى الجمبري ده، كان ب210 وب200 وب220، انا اشتريت اللي هو ب200 ده، لاني حسيت ان الحجم هو بصراحة. بصوا الجمبري ده اللي هو الازاز، على حسب بقى انت متعوده تاكلي اني نوع. انا بصراحه بحب اللي هو الاورنج اللي هو السويسي، بس ما كانش فيه اليوم ده، ما كانش فيه غير الازاز ده، بس ده برضو حلو، برضو ماشي حاله. المهم يعني اشتريت كده، بقيت افضي كل المشتريات اللي انا اشتريتها في المنظمات اللي هي بتاعه التلاجة عندي، بحيث ان انا الكركبه اللي حواليا دي كلها يعني يعني تهدى عشان اقدر اعمل الغدا معاكم. زي ما انتوا شايفين كده، فضيت الليمون، فضيت كل حاجة عندي، احطهم بقى في التلاجة ونرص كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وبرده الفاكهة، كنت الاول ممكن يعني اغسلها كلها وارجع اقول بتدبل بسرعة. دلوقتي انا غصب عني بغسلها كلها، لاني كتير قوي من ولادنا. انا عايزة اقول لكم انا عندي ابني في الطراوة والله يعني دماغه كده في السحاب. كان بيتدرب قبل كده في النادي، فكان المدرب بتاعه مسمي دماغه في السحاب. ابني عامل ايه يا كابتن؟ يقول لي ابنك في السحاب، دماغه في السحاب. فعنده زي
عارفين اللي هو قلة تركيز شوية، قلة وعي شوية. فان شاء الله الفترة الجاية ناوية ان انا اوديه لدكتور يكتب له فيتامينات شوية تخلي الوعي بتاعه يكون احسن من كده، لان ممكن يفتح التلاجة وياكل منها اللي هو عايزه هو اصلا مش دريان. اجي اقول له انت فتحت التلاجة، انت كلت كذا يا محمد، كلت كذا من غير ما تغسله، يقول لي لا والله يا ماما ما كلته، الحاجة اصلا في ايده. انتوا فاهمين يا متخيلين؟ فانا بقى غصب عني دلوقتي بقيت اغسل كل الكمية اللي بجيبها، وفي نفس الوقت ايه، ببقى مش خايفة. يعني انا مش خايفة ان هو هيفتح التلاجة كده كده وهيجيب منها حاجة ياكلها. فانا بصراحة بيصعب عليا ان ياكل حاجة مش مغسولة، او ممكن لا قدر الله يحصل حاجة او يحصل مشكلة. فبدأت ان انا اغسل كل حاجة قبل ما بحطها. زي ما انتوا شايفين كده، جبت كمان الخوخ وجبت التفاح كله غسلته. عارفين الفاكهة اللي ما بيحبهاش انا كمان بغسلها. برضو الواحد يبقى ايه، عشان لا قدر الله لو حصل حاجة الواحد ما يبقاش قلقان. هو مش بياكل الخوخ على فكرة. ما كانش بياكله، بدأ ياكله. فانا مش عارفة دلوقتي هو ممكن ياكل ايه وممكن ما ياكلش ايه، او ممكن يبقى عايز يجرب ايه. فبصراحة غسلت كل حاجة زي ما انتوا شايفين، خليتها زي الفل. التفاح الخوخ غسلته بالخل الاول، بعد كده حطيته في المصفى، وغسلت التفاح وحطيته جنبه، بحيث ان انا ما عنديش اماكن كتيرة في التلاجة. ان شاء الله الفتره اللي جايه ابدا استخدم بقى من الحاجه اللي في التلاجة عندي دي. عندي كميه بهارات والله، كل شويه اقول لكم الكلام ده انا بزعل قوي. انا كل حاجه بروح اشتريها، وبرضه انا عندي الحاجه مركونه. وبصراحه اللي بشتريه من هنا غير اللي انا حاطاه في التلاجة عندي. يعني الحاجات دي كلها جايباها من هايبر، جايباها من اولاد عوف، جايباها من كارفور. فالحاجه اللي عندي انضف بكتير بصراحه. فان شاء الله الفتره الجايه نبقى ايه، نستخدم نجر كده الحاجات دي عشان تخف شويه عن التلاجة. المهم زي ما انتوا شايفين كده، نضفت السمك بتاعي كله وانا جايباه اصلا ونضفته هناك، بس برضو بعيد بقى تنظيفه خفيفه كده. وبحب قوي اشيل في السمك البلطي الحبل بتاع الدم اللي بيبقى في اخر السمكيه في النص كده. وبعد كده كمان نضفت السمك المكاريل، خليته زي الفل. وجبت بقى عصايه الشيش طاووق دي، او خله سنان بقى، او اي حاجه، او شوكه. طلعي الحبل الرمل اللي في الجمبري كله. انا كنت انا ده كيلو واحد بس. كنت ناويه ان انا ايه، اعمل شوربه، اعمله شوربه يعني. فطلعت نصه بس، قلت خلينا بقى شويه ايه، عشان خاطر هما لما بيلاقوا الجمبري مش هياكلوا السمك. فانا عملت نصه بس، والنص التاني هنقشره برضه مع بعض وايه، ونشوف هنعمل بيه ايه. هنحمره تحمير عادي بعد كده الوجبه بعد كده يعني. والسمك الفيليه ده كيلو. برضه هقسمه على نصين، هنتبله ونشيله سوا. بصوا وريت لكم بقى السمك. نضفته، كنت خليته كله زي الفل. بدأت على طول في الغداء قبل ما اشيل اي حاجة تانية بقى من على المطبخ عندي، لاني لسه هشتغل تاني معاكم. فقلت لا، خلينا نعمل الاكل، لان كانت حوالي الساعة دلوقتي داخلة على واحدة ونص. قلت خلينا بقى نأكلهم النهاردة بدري، بحيث ان ينزلوا من على وداني وانا اشوف ورايا ايه. بدأت بقى، حطيت طاسة على البوتاجاز، حطيت فيها بصلاية، طماطمايه، فلفله رومي. بصوا الحاجات دي كلها مش هستنى ان هي تحمر او تاخد لون. انا يا دوبك بس بدي صدمه كده لكل الخضار، اللي هو زي تشويحه خفيفه خالص. وبشرت كمان جزرايه كده وهي على على البوتاجاز. بصوا خلي بالكم بس من ايديكم، انا المبشره عندي على طول بتعور. فخلي بالك ايدك كده من ايدك. ده هعمل خلطة السمك اللي هو المكاريل، هحطه في الفرن. مش قادرة اقول لكم التتبيلة دي خرافة، وكل اللي ياكلها من ايدي. انا مش بحط الحاجة نية، انا بحطها الاول على النار تاخد التشويحة والصدمة اللي انتوا شايفينها دي. بحط كمان معاها توم، التوابل، البهارات بتاعتك، بهارات سمك، كزبرة، كمون، حبة ملح، حبة صغيرة خالص فلفل اسود ممكن ما تحطيش. اهم حاجة عندك الكمون وبهارات السمك، بيدوا طعم حلو قوي. وكمان في الاخر خالص بعد ما الحاجات دي بس بديها صدمه، بقطع عليها شرايح الليمون، وبطفيها بحبه خل. وخلاص كده التتبيله بتاعتي بقت جاهزه. هبدا بقى ان انا جبت سمكتين بس هم كاريلا على القد خالص. انا مش عايزه السمك يبات، السمك مش بيبقى حلو لما بيبات لتاني يوم. كل واحد وذوقه برضه. فحطيت هنا على ورق فويل بقى، قلت اعمل لهم شغل كده حلو، وفي نفس الوقت عشان السمكية بتاعتك ما تلزقش في قلب الصينية اللي مدخلاها الفرن. هي كده كده مش هتلزق، بس برضه عشان لما تيجي تطلعي السمكية تبقى الواحدة بوحديتها كده، بتشدي ورقة الفويل بتطلع معاكي زي الفل. بدرتها الاول من تحت بالردة، حرصا برضو ان هي ما تلزقش او من تحت تنشف. بدرتها بالرده وحطيتهم الاتنين في صينيه. انا هعمل سمكتين بس من المكاريل. وبعد كده حطيت على الوش بتاعها ملح وكمون. بصوا الرشه بتاعت الملح والكمون دي مهما كنتي حاطه تتبيله فوقيها بس بتفرق جامد قوي معاكي في طعم اللحم نفسه بتاع السمك. وبعد كده حطيت عليها التتبيله اللي احنا عملناها دلوقتي. التتبيله دي قمر خطيره، وهتحسي ان انت جايبه سمك من الشارع. لو في عزومه التتبيله دي الناس كلها تسالك، بتقولك بتعملي ازاي الخلطه دي. بصوا بقى، هنا شغلت على طول النار على الجمبري. مش هياخد وقت خالص معايا على ما السمك ياخد
تسويته في قلب الفرن. حطيت هنا الجمبري مش بياخد وقت على النار، يا دوبك هو بصوا قطعت عليه الخضار، ممكن تعمليه كله مسلوق زي ما انت تحبي. انا المفروض اصلا كنت حطيت الخضار الاول، يعني انا لما يعني في العاده لما باجي اعمل الجمبري بحط الخضار مع الجمبري واستنى عليه لحظه واحده بس مع رشه زيت او مكعب زبده، وببدا احط البهارات بتاعتي والخضار بتاعي اللي انتوا شايفينه اللي هو الطماطم والجزر والبصل وفصين الثوم. وبعد كده هنزل بالبهارات اللي هي ملح وبابريكا وكمون، ما بحطش كزبره في شوربه الجمبري. وبعد كده هنزل بالكاتل بتاع الميه السخنه، وكمان حطيت مكعب مرق بس مش عارفه ليه ما جاش، ده اختياري برضو زي ما انت عايزه. طبعا البصل اللي انا مفرزاه هنا لحقني بصراحه، بينجز معايا قوي. حطيت كده البصل عشان نعمل رز الصياديه بتاعنا، حطيت البصل عايزاه يتحمر يحمر خالص. انا بحب لون الرز بتاعك يبقى يعني احمر، مش بحب الرز يبقى فاتح شويه. برضو زي ما تحبي. بصوا هو كده ما اتحرقش والله، ده هو يا دوبك دبل بس بقى بني غامق مش اتحرق. بعد كده هنزل بكاتل الميه عندي السخنه، وحطيت مكعب من المرق بيدي طعم كده للرز بتاع السمك بيخليه حلو. المفروض بقى كنت غطيت الحله بتاعتي، مش عارفه ايه اللي نستني، انا لسه شايفاها دلوقتي. سبتها بقى تغلي شويه عشان خاطر الميه تطعم كلها بطعم ولون البصل. هيغلوا شويه، بعد كده هنزل عليها بالرز. بس قلت خلينا ننجز ايه حوار السلطه، الاكل النهارده كان سريع بالرغم ان هو كذا حاجه، بس ما شاء الله كان ما اخدش مني يعني ما اخدش معايا وقت خالص. قطعت برضو السلطه بتاعتي، غصب عليا اني ما احطش فيها بصل ابني برضو، فما حطيتش فيها بصل زي ما انتم شايفين، بس كان طعمها حلو يعني ماشي حالها. في نفس الوقت انا عامله تتبيله على السمك المكاريل. التتبيله دي بناكل منها على الرز بيبقى طعمها حلو قوي. التتبيله دي برضو تمشي معاكي على السمك البوري. انا كنت الاول بعمل بالبوري بس سعره بصراحه دلوقتي اوفر شويه، فانا بحس برضو المكاريل بيكون طري شويه في الفرن عن البوري. بصوا اللي تلاقوه قدامكم اشتغلوا بيه، بس التتبيله دي بتبقى حلوه قوي برضو في السمك البوري. يعني اول لما بدات اعملها كنت بعملها على السمك البوري. تبلت السلطه بتاعتي، ظبطت كده الحدوقيه بتاعتها، وبعد كده رجعنا للرز. هبدا ان انا اظبط الملح بتاعه، لان رز السمك بيبقى عايز ملح اكتر شويه من الرز العادي. وظبطت المعيار الميه بتاعتي برضو، وهبدا ان انا ايه اديله تقلبتين وهقفل عليه بقى لحد ما يتشرب. وبعد كده هدي النار عليه لحد ما يستوي. قلت بقى خلينا نعمل التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي. كنت بعت بنتي كذا مره قبليها بيوم انها تجيب لي، كل ما اقولها انزلي هاتيلي فلفل رومي تنزل تجيب لي حراق، وانا قلت مش هعمل بيه حاجه لان انا مش بعمل حاجه فيها فلفل حراق عشان خاطر ولادي. قطعته كده زي ما انتم شايفين، حطيته كله يتغسل، وبعد كده هوريكم بعد الغدا هنعمل فيه ايه. قلت الاول الاكل سخن، خلينا نطلع الاكل بتاعنا. كنت بدوق كده جارتي على السمك اللي انا عاملاه ده. وحطيت الباقي كده. انا بصراحه كميه السمك دي تكفيني انا وولادي وزياده، لان احنا مش عيالي مش اللي هما بياكلوا كتير يعني، لا. حطيت بقى السمك وجنبيه الجمبري، مرضتش اعمل اي فليه او كده او السمك البلطي، قلت لا خلينا كل مره يبقى صنف او صنفين كده بكتير قوي عشان الاكل كله يتاكل ومفيش حاجه تتهدر منه. حطيت بقى زي ما انتم شايفين في الاطباق القمر السمكه دي من جوازي على فكره. حطيت فيها الرز، وبعد كده الجمبري غرفته برضو كل واحد كده. حطيت جمبري الشوربه لونها حلو، ممكن تعمليها كمان بالكريمه. بتمنى يكون الاكل عجبكم ويكون شكله حلو كده قدامكم. بصوا الاكله دي انا عيالي كلهم بياكلوها، عندي اجماع رهيب على اكله السمك، فبصراحه انا بحب ان انا اعملها احلى حاجه. خلصنا بقى الاكل ورجعنا تاني للفلفل ده. بصوا الفلفل ده اللي هو كانت كل شويه تشتريهولي، وانا اقول لها يا بنتي انا عايزه فلفل رومي تشتري لي من هايبر تحت فلفل ايه حراق. فانا مش بستخدمه كتير، فهيفضل عندي في التلاجة وهيدبل، وده حصل معايا كذا مره وبستحرم. فقلت لا خلينا نشتغل بيه بقى كده. كان عندي بواقي فلفل الوان احمر، وكنت جايبه كمان فلفل احمر اللي هو القرنقوطي ده اللي هو الحراق. خلينا بقى نعمل تتبيله كده تبقى جاهزه معاكي على طول. لاي حاجه، بتنجان مخلل، اي حاجه بقى انا هاكلها سبايسي ممكن اخد منها هريسه دي. خدت بقى 3/4 كده حطيته في برطمان، والربع الاخير عايزاه يكون مش حامي قوي، فحطيت عليه فلفل رومي من اللي انا لسه شارياه قدامكم ده. وعملنا بقى تتبيله نتبل بيها حبه السمك الجمال بتوعنا دول، ونشيلهم على طول متبلين ايه في الفريزر. دقت الحدوقيه بتاعتها وظبطتها تاني. كل ما بفرم كده الكبه بتاعتي دي بصراحه قمر، كل ما بفرم بروح بقى حاطه ايه، حطيت عليها ليمون، حطيت عليها ملح، كزبره، كمون. بصي اي بهارات عايزاها حطيها، لو عايزه اللون يبقى اغمق حطي عليها حبه بابريكا. جبت بقى السمك الفيليه بتاعي، قلت خلينا نشيله متبل. طبعا هي هنا مش حراقه، انا بردتها شويه بالفلفل الرومي. وبرده دول البرطمان اللي انا عبيته ده لو عايزه اعمل بعد كده حاجه مش حراقه قوي هاخد منه وابردها برده بنفس الطريقه.
وكمان تبلت معايا السمك البلطي، بيبقى احسن لما يقعد في التتبيله كده ويتشال في قلب التتبيله. وشكيته كده زي ما انتوا شايفين من الجنبين، التتبيله بتبقى داخله جوه كل اللحم بتاع السمك. تبلته كده كويس ونشيله بقى كله متبل. هنحطه بقى في اكياس زي ما انتوا شايفين كده بتبل. هحطه بقى في اكياس واروح شايله ايه في الفريزر، بحيث ان يبقى جاهز ويبقى سهل معاكي اي وقت هتطلعي السمكه، يا دوبك بس تفك حاجه بسيطه. السمك مش بياخد وقت خالص لما بتطلعيه من الفريزر، يعني ممكن تطلعيه من قبلها بيوم السمك او اللحوم او كل اللحوم او كده. غير الخضار بتطلعيه بتحطيه على الحله على طول لما تكوني مفرزاه. انما السمك يا دوبك بتطلعيه بس في قلب الفريزر يفك، بعد في التلاجة قصدي يفك، بعد كده تاني يوم تستخدميه او في نفس اليوم لو فك بتروحي على طول ايه شغاله فيه وهو متبل كده، ما فيهاش اي مشكله. هتبدريه وتحطيه ايه في الطاسه على طول تحمري. بس زي ما انتوا شايفين كده خليت الفيليه كده في سمك في سمك في اكياس اللي هي محكمة الغلق، اللي هي ليها الجزء اللي بيتقفل من فوق ده. السمك ده مكان كبير مش هينفع عندي في الاكياس دي، فحطيتهم بقى ايه في قلب كيسين. يعني كل حاجة بقيت احطها في كيسين كده جوه بعض عشان خاطر يعني ما يبقاش الريحة تبقى واصلة لبقية الاكل اللي عندك في الفريزر. طبعا احنا هنا كنا خلصنا بقى اكل، وبصوا كنت رايقه روقان السنين. كون ان انا انزل السوق وفي نفس الوقت ارجع اعمل غدا وقبليها بيوم شقتي رايقه، دي اكتر حاجه ممكن تبسطني وتفرحني. يا ريت بقى لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو انتي متابعه عندي تنزلي تحت تعملي لي كومنت حلو وتدوسي على علامه اللايك عشان ده اكبر دعم منك ليا. الجمبري بقى ده بقيته انا قسمته يعتبر على نصين. عملت الشوربه بس بصراحه حسيت ان الجمبري ده مش عارفة، بس ما حسيتش ان ده صابح او كده، مش هينفع معايا شوربة تاني وبالذات لو قعد في الفريزر. فقلت لا، خلينا بقى نكمل تقشير النص التاني منه عشان خاطر انا بعد كده احمره وما اعملوش تاني في قلب شوربة. هو هيقعد معايا وقت فمش هينفع ان هو اصلا ما كانش صابح. فقلت لا، خلينا كده نشيله زي ما انتوا شايفين. قشرته كله وهحطه في كيس بقى، لان كانت التتبيله خلصت اللي انا عملتها. فمش مشكله وقت ما هاجي اعمله اروح مطلعاه يفك التلج بتاعه، وبعد كده هحط ايه احطه في التتبيله على طول. والجمبري كده كده لو حطيه في التتبيله وحمرتيه في نفس الوقت بيتطعم ما شاء الله يعني على طول، مش بياخد وقت. خلصت بقى وقفلت الاكياس بتاعتي وكان خلاص كده. بصوا اوريكم كل حاجه جبتها كانت خلاص. قفلت كل حاجه وشلتها في الفريزر. وكمان قفلنا البرطمان ده، حطيت عليه حبه زيت زيتون من على الوش، وبعد كده دخلته في التلاجة. لو عايزه تحطيه في الفريزر ممكن، هيقعد معاكي سنه او سنه، يعني سنه وشويه والله ما هيجراله حاجه. شطبت المطبخ عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم، وفي نفس الوقت كان معايا صاحبتي كانت بتساعدني وكده، فما كانش ينفع ان انا انزل الفيديو. المهم يعني بعدها قلت اما نختم كده بحاجه مسكره وحاجه حلوه. كنا خلاص بالليل بقى. يعتبر كده انا مقضيه معاكم يوم كامل، فمن بالليل لتاني يوم بالليل. بصوا حطيت بقى كيس فراوله، وكنت بجرب الخلاط بتاعي اللي بقاله سنه ما اشتغلش او سنه ونص، وكنتش لاقيه السكينه بتاعته ولسه لاقياها، ففرحت جدا. اشتغل ده خلاطي اللي هو البراون الاصلي، مش قادره اقول لكم على جماله وبيفرم فرم. فبصراحه كنت مبسوطه قوي ان هو اشتغل. عملت لهم بقى عصير فراوله باللبن. بصوا كنت مبسوطه وانا مشغله الخلاط، لاني ما كنتش لاقيه السكينه بتاعته، والسكينه غاليه قوي. فلما اشتريت الشفشق معاكم في الفيديوهات اللي قبل دي، الشفشق لوحده كان عامل 900 وشويه. كون ان انا ما لاقيش السكينه كنت متضايقه جدا ان هو ما اشتغلش. فكفايه بقى كده على الهاند بلندر لحد كده، كتر خيره عمل معايا. وبصوا فوق الصح بصراحه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.